اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين وابعثنا مستورين وشفع فينا نبيك الكريم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في ساعتنا هذا وفي لمتنا هذا وفي رزقنا هذا وفي جمعتنا هذا. اللهم اجعلها جمعة جبر الخواطر والغفران والذنوب. اللهم بارك في كل ايد امتدت بالخير يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ اولادنا يا رب وبارك لنا وبارك لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واتم الاحوال. وحشتوني كتير 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 من هنا لحد عندكم يا حبايب قلبي. ربنا يبارك لكم. بشكر كل واحدة وكل اخت وكل ام سألت عليا يا حبيبة قلبي، بشكركم من كل قلبي. النهاردة يا حبايبي جايلكم في فيديو جديد ويوم جديد، يا رب يعجبكم وينور رضاكم ويا رب اكون عند حسن ظنكم. النهاردة يا حبايبي اعمل لكم اكلة جميلة من ايام اجدادنا، طبعا مفيش احلى من الاكلة دي، ترم العظم كده وتظبط الدنيا. النهاردة يا حبايبي عامله لكم كوارع. شايفين الكوارع؟ انا غسلها طبعا ومنضفاها قبل ما اصور معاكم الفيديو. غسلها حلو ونقعاها نص ساعة كده يا حبايبي بالملح والخل والليمون ومظبطاها زي الفل. طبعا يا حبايبي غسلتها كويس خالص، غليلها طبعا المية مظبطاها، حطلها فيها كل حاجة، طماطمها وجزرها وكل حاجة يا حبايبي زي ما انتوا شايفين معايا كده، وتوابلها وكل حاجة. طبعا انا كنت مصوراها بس مش الفيديو مش موجود. طبعا يا حبايبي هسقطها اهي في المية. سقطتها كده مع نفسها يا حبايبي. وتعالوا بقى نعمل الرز بتاعنا، الرز المعمر. طبعا ما فيش احلى من الرز المعمر. ربنا يجعل يومكم جميل ويومكم زي الفل يا حبايبي، وجمعة مباركة عليكم يا حبايبي جميعا. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا طبعا من ايام نضفاه وغسلته معاكم اهو يا حبايبي، وغلياله اللبن بتاعه. وهنا قشطه معايا يا حبايبي، وطبعا الطاجن الصغير ده ابن اللي طلبه. معايا القشطه اهي يا حبايبي، كلها حاجات سهله وبسيطه. انا ما بعلمش حد يا حبايب قلبي، انا بشارككم اليوم بتاعي. انا ما بعلمش حد، انا اليوم بتاعي بشاركه معاكم عشان نستفيد ونبقى عندنا واديكم طاقه ايجابيه مش طاقه سلبيه يا حبايب قلبي. وكل ورشاتكم ونتنشط مع بعض ويبقى يوم جميل وان شاء الله يعجبكم الفيديو يا حبايبي وينور رضاكم. تنسونش طبعا يا حبايبي في تعليقاتكم الجميله. طبعا انتوا ناسيني خالص في تعليقاتكم الجميله ولايكاتكم الحلوه اللي زيكم دي يا حبايب قلبي. طبعا شاركوا حبايبكم بالفيديوهات اللي انا بنزلها عشان يا حبايب قلبي ان شاء الله القناة تترفع وتبقى كويسة. طبعا اللبن انا غليه يا حبايبي زي ما انا قلت لكم، حطيت اللبن عليه يا حبايبي. يا احلى اخوات واحلى امهات وربنا يبارك لكم يا حبايبي. واللبن بحط عليه وهحطه طبعا في الفرن يا حبايبي. هي اكلة بسيطة وسهلة، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم يا حبايب قلبي. ويا رب فيديو يكون سهل وبسيط على قلوبكم ويعجبكم ان شاء الله. تكتبوا لي في التعليقات كلامكم الجميل. طبعا يا حبايبي الاكله دي ايام اجدادنا واهالينا زمان، الله يديلهم الصحه يا رب واللي ماتوا الله يرحمه. طبعا يا حبايب قلبي انا حطيت الرز في الفرن خلاص. طبعا كده الكوارع استوت يا حبايبي اهي. هو فيديو بسيط وسهل جدا يا حبايبي، مش مطولة عليكم في الفيديو ولا حاجة. رب يعجبكم. اطلعها بقى كده يا حبايبي معاكم. احنا ما بنعلمش حد يا حبايبي زي ما انا قلت لكم، احنا بنشارك اليوم بتاعنا مع حبايبنا، بنوريهم يومنا ماشي ازاي، بنعمل ايه في يومنا.
مش ان احنا بنعلم حد ولا حاجة، كلكم زي الفل يا حبايبي، كلكم بتعرفوا تعملوا احسن حاجة. طبعا قلت بقى ايه، اعمل النهاردة كوارع، النهاردة الجمعة وكلنا ملمومين، واللمة ما فيش احسن من اللمة يا حبايب قلب. جبت يا حبايب الطاجن اهوت، هرص في الكوارع معايا هي يا حبايبي التقلية بتاعتها، هحطها لها. نحطها في الفرن كده يا حبايبي. ربنا يجعلها جمعة مباركة عليكم وعلى حبايبكم، وربنا يفرح قلوبكم زي ما بتفرحوا قلوبنا يا حبايبي، ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا الخواطر يا رب في تعليقاتكم الجميلة. وما تنسوش تعملوا لايك يا حبايبي ان اعجبكم الفيديو، لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي من يوميات دينا ام جنى. كده يا حبايبي احطوا بقى الطاجن في خلاص كده يا حبايبي. طلعنا طاجن الرز اهو، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ شايفين يا حبايبي؟ تعالوا بقى نقدم الاكل بتاعنا الجميل ده. يا رب يكون سهل وبسيط على قلوبكم كده، وشاركتكم اليوم بتاعي يوم سهل وبسيط يا حبايبي. ربنا يجعل ايامكم كلها سهلة وبركة يا رب، ورضا من عند ربنا. كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اهو. انا بس بشارك يومكم معاكم يا حبايبي. طبعا اتغدينا وخلصنا. سكت كده يا حبايبي، اي بواقي اكل عندي بيبقى عندي علبة بشيل فيها بواقي الاكل، وانضف الاطباق كده واظبط الدنيا. برميش حاجة، انتوا عارفين ان انا ما برميش حاجة، انا عنده طيوري وحطاه. طبعا يا حبايبي اللي هنا في الطبق ده كان فراخ، في ما بياكلش كوارع عندي فبعمل فراخ. هنلم بقى الاطباق دي يا حبايبي، اي بواقي اكل عندي زي ما انا قايله لكم ان انا ما برميهاش، بعملها يا حبايبي واحطها للطيور. خسارة، كل حاجة بحطها للطيور يا حبايبي. نمسك بقى كده يا حبايبي الحاجة دي اشيلها، وننضف كده ونغسل المواعين مع بعضنا كده يا حبايبي، ما سيبش حاجة في المطبخ. اتغدينا والحمد لله. نمسك بقى مطبخنا كده ننضفه، يبقى بنات شاطرة كده وننضف كل حاجة. تقعدي كده براحتك رايقة، موراكيش حاجة، اللي يخش المطبخ وراكي يلاقيه نضيف، وتشوفي اللي وراكي ومزاجك رايق، موراكيش مواعين تقومي حتى لو قمت الصبح تقومي ما فيش اي حاجة وراكي يا حبيبتي. طبعا يا جماعة بقى ما فيش احلى من لمة يوم الجمعة دي بعد الصلاة كده، نحس ان اليوم ده في سر كده، مهما كان الاكل بسيط يا حبايبي كده بيبقى فيه بركة. طبعا ما اقولكوش بقى الكوارع ديت ايام زمان طبعا كانت منورة دايما، الصينية بتاعتنا ولا السفرة يوم الجمعة كده في بيت اهلنا زمان يا حبايبي، وكنا بنستناها من الاسبوع للاسبوع. ربنا يخليلكوا حبايبكوا واهاليكوا يا حبايبي. طبعا قلت لا مش هبيت اي مواعين، وهظبط الدنيا واغسل المواعين دي عشان اللي يخش المطبخ كده يلاقيه نظيف، تحسي ان انتي عندك راحة نفسية كده يا حبيبتي. زمان البيوت يا حبايبي كانت دايما مفتوحة للجيران، كان دايما اهالينا ده يروح عند ده وده يروح عند ده، كان الاكل دايما كان اللي عنده حاجة بيديها للتاني، كانت زمان حاجة جميلة كده. الوقت بقى ما عادش في الكلام ده يا حبايبي، كل واحد قافل بابه على نفسه، ما حدش بيروح عند حد، اللي عنده حاجة دلوقتي ما بيوريهاش لحد،
ما عادش زي زمان ولا عاد امان. فربنا يصلح حالكم وحالنا يا حبايبي، ويجعل ايامكم كلها خير وبركة وسعادة يا رب. يا حبايبي الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط كده يا حبايبي. تنسوش تعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم الجميلة اللي زيكم كده يا حبايبي، اللي بتسعدنا وبتسعد قلوبنا. تنسوش يا حبايبي ان اعجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات دينا أم جنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.